بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يحزنك قولهم. طبعا ده في القرآن، وربنا لما بيطلب كده من سيدنا، بيكلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني معنى كده انه الكلام اللي هم كانوا الكفار بيقولوه عنه الكلام حصل فعلا ووصلوا فعلا، سواء قالوه قدامه على طول او حد قال له عليه. ولكن ليه ربنا سبحانه وتعالى اهتم بانه يقول له ما تزعلش من الكلام اللي بيقولوه؟ معنى كده انه لما الانسان بيزعل من حد بيقول عليه حاجة وحشة، الكلام ده ممكن بعد كده الزعل ده يتحول الى اكتئاب، والاكتئاب ده مرض خطير، ما هوش مرض بسيط، لانه بيمنع الانسان انه يعيش حياته الطبيعية، فبيخسر وقته وبيخسر عمره. ومعنى كده برضو ان ربنا سبحانه وتعالى عارف ومتأكد ان احنا مبرمجين، مخلوقين كده مبرمجين ان احنا نقدر نمنع نفسنا من الحزن، من الكلام الفارغ اللي بيتقال عننا. يعني هيتقال، طب خلاص هنطنشه. والحمد لله ان القرآن فيه كل وصف لكل حاجة او مصيبة او مرض ممكن يحصل، ولكل داء دواء، وربنا يحفظنا جميعا.